ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل اكله حلوه مغذيه جدا وجميله جدا على طريقتي انا، بقى طريقه ام محمد. هنعمل النهارده طاجن الرز المعمر، بس بالطريقه بتاعتي انا اللي انا بعملها دايما، وبيكون خفيف، مش دسم قوي ولا خفيف في الدسامه قوي، بيبقى معتدل. تمام تمام يا ام محمد، قولوا لي تمام، حطوا لي لايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ اكلات مصريه. ارجو الاشتراك في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الرز بتاعنا مفلفل وجميل وريحته تحفه، واللحمه مستويه خالص. انا طبعا سلقتها قبل ما احطها، وهنقول على الطريقه. وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لك الريحه والطعم خرافه تحفه، يعني طاجن رز من الاخر. عاملين النهارده بقى الجمعه، وفرحي اولادك كده، وطبعا الاولاد قاعدين بقى واجازات والكلام ده، نعمل لهم حاجه حلوه وحاجه مغذيه. ففكرت قلت نعمل ايه؟ نعمل طاجن الرز الجميل ده، طبعا جنب السلطات بقى والتحابيش بتاعته. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا والطريقه. انا معايا سمنه بلدي، معايا سكر والملح وفلفل اسود وزبده ولبن مغلي يكون سخن، والطاجن مسخناه في الفرن، ومعايا كمان علبه قشطه. تمام، دي المقادير بتاعتنا. ونص كيلو رز. هنزل ب4 معالق سمن كده بالشكل ده، وهغلف الرز ونفلفله كده مع السمنه، وهننزل بقى بمعلقه زيت عشان تديله لمعان وتخليه مفرط من بعضه ما يلزقش في بعض. تمام، دي معلقه الزيت. وهنغلف برضو ونقلب كويس، ونفلفل الرز كده بالسمنه اكننا بنحمره، بس احنا ما بنحمروش، احنا بنعمله ني كده. تمام. معايا بقى الطاجن بتاعي سخن زي ما انتم شايفين كده اهو. اول ما حطيت فيه الزبده هنغلفه كده بمعلقه زبده او زيت، مفيش مشكله اللي متوفر عندك. المهم ان انت تغلفيه كده علشان الرز ما يلزقش معاكي. وبعد ما غلفنا الرز كده بالسمنه البلدي والزيت، تعالوا بقى نحطه في الطاجن السخن كده بالشكل ده، ونفضيه كده اهو. تمام. هنزل عليه بالفلفل الاسود والملح والسكر، معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر ونص معلقه فلفل اسود. هنزل بقى باللبن المغلي بتاع نص كيلو الرز، هياخد معايا 2 كيلو لبن. تمام تمام اهو بالشكل ده، واللبن يكون مغلي وسخن معاك. طبعا اللبن غني جدا والكريمه عليه، فانا ما حبيتش ازود في السمنه اهو. ونقلب كده بالشكل ده. معايا بقى اللحمه بتاعتي سلقتها واديتها تشويحه كده في معلقه زبده وفص مستكه. يا سلام على فص المستكه ده، هيخلي لك الرز واللحمه في حته تانية خالص. هننزل باللحمه بقى كده اهو، ونقلبها في الرز. تمام تمام. هنجيب علبه القشطه بتاعتي بقى وهنزل بيها اهو بالشكل ده. دي علبه قشطه، او لو عندك قشطه بتاع اللبن وش اللبن مفيش مشكله. اللبن اساسا عندي دسم جدا وما شاء الله كله كريم، فانا ما حبيتش ازود بقى علشان ما يبقاش دسم قوي وتعرفوا تاكلوه. تمام. وبقى دخلناه الفرن، فرن ساخن مسبقا، يعني تسخنيه قبل ما تبتدي تعملي، وهياخد لون بالشكل ده، واللحمه تاخد لون بالشكل ده. الله 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 على الجمال وعلى الريحه، ما اقولكمش الريحه مفحفحه يا جماعه. بالهنا والشفا اللي هتقوم تعمل الطاجن، وبألف هنا وشفا اللي اكلوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حطوا لي لايك بقى وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش الاشتراك في القناة. الله الله الله. اتفضلوا معانا. بألف هنا وشفا اللي اكلوا، بألف هنا وشفا اللي هتشوف الوصفة وتقوم تعمل اجمل طاجن هتعمليه، خفيف وجميل وريحته تحفة، واللحمه كده دايبه معانا دوب. طبعا انت بتسلقي اللحمه الاول عشان اللحمه مش هتاخد سوى الرز حتى لو هي صغيره، لازم تشوحيها او تسلقيها، وبعد كده تنزلي بها في الطاجن، هتبقى معاكي مهلبيه. شايفين الجمال؟ اتفضلوا معانا. والرز مفرط من بعضه كده، مش ماسك في بعضه خالص. ولو انت عايزاه ماسك مع نفسه كده وماسك في نفسه قوليلي وانا اعمل لك الطريقه دي. كده الرز مفلفل. تمام تمام. الله 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 الله. اتفضلوا معانا يا جماعه، بألف هنا وشفا.
اقول لكم ايه، جمعة مباركة عليكم ان شاء الله، جمعة خير وسعادة يا رب. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.